المحشي لما عملته بالطريقة دي والبهارات اللي هتشوفوها بيطلع حلو أوي والله يا جماعة. بجد حاجة تحفة، لازم تجربوه. بس ركزوا في كل التفاصيل لأصغر تفصيلة، وما تنسوش تدعولي وتصلوا على النبي. حاجة ما شاء الله، طعمه تحفة. اللحمة عاملة له طعم حلو جدا، البهارات اللي فيه أهم حاجة. طبعا هنجيب أول حاجة معانا كرنبة، هنشيل طبعا التلات أربع ورقات اللي بقوا بره دول، طبعا دي حاجة انتوا عارفينها كويس. وبعد كده هناخد الجزء اللي في النص اللي هي الراس، بالجزء اللي في النص ده نخليه كده. وبعد كده نحطها، نجهز معانا مية سخنة، ونبدأ نقطع البصل بتاعنا قطع ناعمة على قد ما نقدر نقطعها ناعمة، ونخلي بالنا من السكينة طبعا واحنا بنقطع. هنحتاج معانا حوالي بصلتين، ونحتاج معانا بعد ما نقطع البصلتين 5 معالق من الزيت على النار، في طاسة أو في حلة على النار، وننزل بالبصل بتاعنا. طبعا نديله تشويحة بسيطة كده. نحضر معانا حلة تانية وننزل فيها بمية سخنة، عشان طبعا نسلق الكرنب بتاعنا. الكرنب بتاعنا لما بنحطه بالطريقة ديت، لو حلة أكبر من دي شوية يكون أفضل. بس أنا عشان نزلته يعني إيه، بصراحة كسلت إن أنا أجيب حلة تانية وأغير الحلل مكان بعضها. هنا طبعا هنحط على البصل شوية التوم، حوالي 5 فصوص من التوم، ونقلبهم تقليبة. مننا احنا شغالين على البصل هنا، وبننزل عصير الطماطم بتاعي، 5 عصير طماطم. وفي نفس الوقت ايه، بنسلق في الورق بتاعنا. كل ورقتين 3 يتسلقوا، بنسحبهم كده بالراحة. بس أنا عايز أقول لكم، كل ما ورقة تحسوا إن هي قربت تتسلق، بتقوم جاي شايدينها، يعني ساحبينها من قلب الكرنبة ومسقطينها فين في الحلة. وتقوم جاي حاطين فوقها الكرنبة تاني، بحيث الكرنبة تقوم جاي منزلة الورق في قلب المية السخنة، تضغط عليه بمعنى أصح في قلب المية السخنة. الطريقة دي مش هتاخد منكم وقت نهائي. وهنا بعد ما سلقنا الورق، اللي بيحب بقى طبعا يشتغل الجزء ده كده ممكن يشتاله، اللي مش حابب يشتاله ده اختياري مش إجباري. هو بصراحة حتى الجزء ده بصراحة يعني بيخلي طعم للمحشي كويس، مش وحش ولا حاجة، ولكن في ناس ما تعرفش تلفه بالجزء ده. فاحنا ده هنعمله اختياري، احنا بس هنعمل كام ورقة كده، واللي مش حابب يشتري الجزء ده ممكن ما يشتريهوش. طبعا اللي حابب يقطع الورق قطع متساوية ممكن يقطعها عشان تبقى متناسقة، واللي مش حابب ده برضه اختياري. هنعمل البهارات بتاعة الصوص بتاع المحشي: معلقتين صغيرين ونص من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من الشطة، نص معلقة من الباربيكيو، وهنا معلقة كاملة من الكزبرة، والكركم نص معلقة يا جماعة. هنقلب ده كله مع بعض كويس، وهنبدأ نسقط طاسة على النار، ونحط فيها معلقة كبيرة من الزبدة، ونبدأ نشوح اللحمة بتاعتنا، نديها صدمة كده من الجنبين. أهم حاجة تاخد صدمة كويسة، يعني حاولوا إن انتوا متقلبوش اللحمة في البداية، خلوها دقيقة دقيقتين يكون أفضل يعني. والنار أهم حاجة تكون عالية، بحيث إن هي متنزلش مية. نبدأ ننزل عليها بشوية من الفلفل الأسمر، حوالي نص معلقة صغيرة على وش اللحمة كده، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، ونسيبها تاخد الصدمة، طبعا صدمة كويسة، بحيث ان احنا نقلبها اللي اخدت معانا الصدمة زي ما انتم شايفين كده. لونها طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده احلى حاجة للحمة بصراحة يعني. بعد كده هنجهز طبعا الحلة اللي هنحشي فيها المحشي بتاعنا. نحط ده كده، ده كده طبعا يكون افضل، بحيث نحافظ على اللحمة اصلا واخدة الوش الاحمر بتاعها. ونبدأ لما نحط الورق بتاعنا، نحط كام طماطماية، كام بصلاية في الأرضية، ده اختياري برضك، ولكن ده بحافظ لنا على اللحمة وعلى المحشي بتاعنا. ونبدأ نرص اللحمة بتاعتنا كده. بصراحة أحلى محشي أكلته هو المحشي بتاع النهاردة. نبدأ نقطع ربطة من الكزبرة وربطة من الشبت. وبصراحة اللي بحل المحشي برضك لو في سلق، السلق يا جماعة ممكن تقطعوه مع الشبت والكزبرة، بيخلي المحشي طعم رهيب، حاجة مش عادية. وهنا نسقط ده كله على الصوص بتاعنا اللي احنا عاملينه. وبعد كده نجيب الرز بتاعنا اللي احنا غاسلينه ونقعينه كويس، ده كوبايتين من الرز، كوبايتين كبار من الرز. نبدأ نقلب ده كله في بعضه كويس. هنا طبعا بعد ما نقليه، بعد ما نقلبه كويس، هنبدأ نجهز الورق بتاعنا عشان نحشيه. الورق طبعا بتاعنا احنا قطعناه وجهزناه يا دوبك على الحشي على طول. ده طبعا كان شكله النهائي الرز بتاعنا بعد ما حشيناه. طبعا اللي يحب يلف كده يلف، واللي يحب ممكن مثلا يحط طبق قدامه ويلف عليه كأنه بيلف سندوتش كده ممكن. انا كده ممكن الف عادي، والطريقه التانية الف بها.
والطريقتين بالنسبة لي سهلين جدا، ولكن أنا بصراحة أنا بالنسبة لي أنا الطريقة اللي هي بتاعة الطبق، أحط طبق قدامي وألف بيه، بتبقى طريقة بالنسبة لي مش سهلة، بتبقى طريقة أسرع. الاتنين سهلين ولكن الطريقة التانية أسرع. فأنا هلف جزء كده وجزء أحط فيه طبق قدامي وأبدأ ألف الجزء التاني، منها تغيير تشوف الطريقتين. وهنا أنا عندي شوية من الصوص الأحمر اللي أنا محطتهمش كلهم على الرز بتاعي. هبدأ أضيف عليهم حوالي كوبايتين من المية السخنة، وأحط عليهم معلقتين أو 3 معالق من الصلصة الصغيرين، وعليهم معلقة من الزعتر. هيعوز طبعا ملح، أحط لهم ملح، كمية الملح المناسبة اللي هي تقريبا معلقة ونص من الملح. أبدأ أخلي ده كله يدوب مع بعض كويس وأخليه يغلي. وبعد كده حوالي 10 ورقات من النعناع الخضر كده. بصوا، خلوا المحشي راح في مكان تاني خالص، مش عايز أحكي لكم بصراحة يعني. هنا طبعا أنا كملت الكمية كلها على الطبق كده، كانت أسهل طبعا كأن الواحد بيلف في سندوتش. طبعا هنا الكمية بعد ما كملتها هبدأ أحاول أقفل وش الحلة بتاعتي كلها من فوق، رص محشي جنب بعضه. وبعد كده هحضر الصوص بتاعي، وأما أجي أنزل بالصوص بتاعي هحاول يبقى معايا معلقة أو حاجة أنزل على المعلقة عشان ما أنزلش على المحشي وأهري المحشي بتاعي. وبعد كده هبقى جاهز معايا المحشي بتاعي هينزل مني على النار. ورق النعناع يا جماعة بصراحة خلى المحشي ده مع شوية البهارات اللي أنا عملتهم، المحشي ده بقى في حتة تانية خالص. طبعا احنا الصوص بتاعنا ده بنخليه أقل من كمية المحشي، يعني بيبقى يعني واطي عن كمية المحشي شوية صغيرين، يعني نازل تحت الرصة بتاعت المحشي ده تقريبا قبل الرصة الأخيرة. المحشي طالع طعمه رهيب. هتجربوه كده بأمانة بأمانة، حاجة عظمة، لازم تجربوه.